ايه بنتي ما جيتيش امبارح ليه؟ الخروجه كانت تحفه بس ناقصاكي. اه والله. اه كله جه. طيب ايه ده؟ مال صوتك؟ تلاقيني معاكي ايه يا بنتي؟ في ايه بس؟ احكيلي بس في ايه؟ كل ده حصل؟ يا ابني ما بتخبيش عليا حاجه، ده احنا كل يوم مع بعض. يا ابني مش هقدر اقول لك احنا وصلنا لحد فين في الكلام، اعصابك مش هتستحمل. لا على كده احنا لازم نتقابل بكره. اهو لوحدنا؟ ايه انتي مش واثقه فيا ولا ايه؟ يا ابني بنت جامده بشكل قليل الادب. بكره يا اسطى ان شاء الله النهارده هنخرج لوحدينا، ادعيلي بس. تقوم رايحين بقى يا معلم بجد. رجلك كده شويه بس. 90% من الولاد كده، و10% بس هم اللي بيبقى ما فيش في دماغهم حاجه. طبعا كل الولاد دلوقتي انا من ال10%، والبنات انا واثقه في اصحابي. بس خليني اقول لكم ان ال100% كلهم غلط. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده في القرآن، قال للبنات ولا متخذات أخدان، وقال للولاد ولا متخذي أخدان. يعني ما ينفعش يبقى في صحوبية ما بين ولد وبنت. وخليني كده أقول لك كام حاجة من كتالوج الولاد. الولد جوه الجروب بيبقى منشن على بنت معينة عايز يصاحبها، فيعمل ايه بقى؟ يبدأ ياخد الخطوات العملية. أول حاجة خالص إنه يقنعك إن أنتوا بقيتوا أصحاب وأخوات، وقد إيه هو طيب وجميل وسرك معاه في بير، قد إيه هو كيوت. بعد كده يخش في الخطوة اللي بعدها، يبدأ بقى يبعت تكست مسج بعد الساعة 10 بالليل على الواتساب. فيبدأ بقى يبعت لك مشاكله وازاي انه عارف بنات بعدد شعر راسه، وكل يوم قلبه بيحب واحدة ولسه مش لاقي اللي عايزه في اي واحدة. وبعد كده يبدأ يغيب عنك يومين 3، فانت تبدأي تفكري هو بطل يبعت لي مسج ليه؟ هو زعلان مني في ايه؟ بعد كده بقى يضرب ضربته، يظهر بقى بالتكست مسج اللي الكل مستنيها، يبعت لك انه اليومين دول كان عمال يفكر ازاي يقول لك ان انت اللي فيها كل الحاجه اللي هو بيتمناها. ميشن اكمبليشد. ولما بتصاحبي ولاد بالسهوله دي انت بترخصي نفسك. الولاد بيقولوا عليكي كلام لو سمعتيه هتزعلي، صح يا اسطى؟ صح يا باشا. اما بقى البنت اللي ما بتصاحبش ولاد فهم ممكن بقى يسموها معقده، يسموها تنكه، لكن في الاخر هم عارفين ان البنت دي محترمه، وساعه ما يحب يتجوز هيختارها. اما بقى بالنسبه للولاد فما تيجوا نشوف. متخيل ان ممكن يبقى عادي ان في علاقه ما بينك وما بين بنت، ان انتوا جاست فريندز، انا تيم اصحاب بتتكلموا مع بعض من غير لا حب ولا اي حاجه. ايه رايك يا كريم؟ تمام عادي، مش مشاكل. علي؟ بس مش صاحبتي. بس مش صاحبتك بمعنى؟ مش صاحبتي، يعني زي اختي. تمام. عبد الله؟ هو عادي يعني، الموضوع مفيش حاجه غلط. طيب هل تقبل بنفس الموضوع ده لوالدتك؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لو اختك؟ اكيد طبعا، يعني في حاجه وهتحصل مشكله. هل في حد فيكم عرف قبل كده ولد كان بيكلم بنت على انها انتمته وصاحبته وكده، بس من وراها كان بيتكلم عليها؟ كتير. لا. حصل كتير. شفتوا؟ يعني في الاول لما سالتك قلت لي عادي وما فيهاش اي حاجه، بس لما الموضوع بقى على والدتك او على اختك قلت لي لا ما ينفعش وازاي وهتبقى فيه مشكله، لانك من جواك عارف ان الموضوع غلط. صح يا معلم؟ صح يا نجم. يبقى عشان الموضوع غلط انت رفضته لامك ولاختك. طيب انا دلوقتي مش هتعامل مع بنات خالص، ولو شفتهم مرميهم بالطوب في الشارع وانت تقولي له سكلاتك امك؟ لا طبعا. طبيعي هنتعامل مع بعض، هنتعامل مع بعض في بيع وشراء، هيبقى ليا زميله في الشغل، زميله في المدرسه، زميله في الجامعه، لكن التعامل هيبقى على قدر المطلوب جوه الحدود الشرعيه. انت عارف ازاي تكلمها باحترام وتطلب منها المطلوب وبس، وانت عارفه ازاي تكلمي بطريقه ما تطمعهوش فيكي. الشرع مفيش احسن منه، الموضوع سهل. واضح؟ فهمت ولا مش فاهم؟
هتوب ولا مش هتوب؟ لا. هتوب ولا مش هتوب؟ هو ايه اللي لا؟ هتوب ولا مش هتوب؟ هتوب ولا مش هتوب؟ خلاص هتوب. السلام عليكم.